ماذا عن مستقبل الأندية الأخرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؟ عبد الله، حتى الآن يعني النية لدى الصندوق هي عرض الأندية للتخارج وللاستثمار من مستثمرين آخرين. الصندوق قدم حتى الآن العديد من المساعدات للأندية من حيث المؤسسية في عملية التسويق، إعادة ضبط الأداء الإداري في الأندية، وكذلك فتح مجالات لمزيد من الإيرادات التجارية وتنمية الحضور الجماهيري واتساع القاعدة وفتح الباب لمزيد من الإيرادات التجارية من خلال المتاجر الإلكترونية وغيرها. وبالتالي هو مستعد للدخول في أي عمليات استحواذ. الحديث بالنسبة لنادي الاتحاد، كان هناك حديث عن صفقة محتملة من شركة دلة، تم على حسب التقارير في الآونة الأخيرة أنه تم التراجع عن هذا العرض. فيما يخص النادي النصر، هناك أحاديث عن أن رونالدو سيحصل على نسبة من النادي، وربما يكون هناك مستثمرين أجانب يدخلون بنسبة أخرى للاستحواذ على النادي. فيما يخص النادي الأهلي، ربما يكون هناك نية من رئيس النادي خالد الغامدي للدخول مع مستثمرين آخرين في الشراء. كل هذه هي ما هي إلا تقارير، لكن النية واضحة لدى الصندوق، أنه بداية من ما حدث من نادي الهلال أنه لديه الرغبة في فتح المجال لمستثمرين آخرين لمواصلة المسيرة مع الأندية التي يمتلكها في المملكة.